مساء الخير، اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعضنا سندوتش كاساديا الدجاج. وصفه سهله جدا، هي وصفه مكسيكيه. طبعا احنا عارفين الاكل المكسيكي دايما بيكون مشطشط خالص. هنعمل مع بعضنا السندوتش دوت وان شاء الله هيعجبكم. مقادير سهله جدا، هو معمول من خبز التورتيلا. ان شاء الله هسيب لكم كمان مقادير خبز التورتيلا في صندوق الوصف. وقبل ما نروح بقى نشوف الفيديو، انا اسمي عفاف، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنروح بقى نشوف المقادير بتاعتنا. هتكون عبارة عن فراخ، صدور فراخ. انا معايا صدر فرخة متقطع قطع كده زي قطع الشاورما. تمام. هيكون معايا بصل مقطعاه قطع زي ما انتم شايفين معايا كده. بصلاية واحدة تكون يعني حلوة. معايا بقى فلفل مقطعاه كده بالطول زي ما انتم شايفين. الفلفل اللي معايا ده مشطشط موت. انتوا عارفين دايما ان الاكل المكسيكي بيكون حراق جدا. لو مش حابة ممكن تستغني عنه. هيكون معايا بقى 4 فصوص كده من الثوم. بعد كده بقى هيكون معايا في طاسة على النار اي مادة دهنية، زيت او سمنة. هبتدي بعد ما تسخن جدا هبتدي انزل بقطع الفراخ. مش هقلب فيها غير لما الطبقة اللي من تحت كده تشد معانا، الفراخ تشد من تحت. وبعد كده هنبتدي بقى نقلب في الفراخ. تمام. وبعد كده لما الفراخ هتشد من كل ناحية هبتدي انزل عليهم بالبصل. هفضل اشوح في البصل شوية لحد ما يبتدي ان هو يدبل معايا شوية. تمام. هننزل بقى بالفلفل اللي كان مولع نار. كمية شطة بقى كانت في الأكلة دي، يعني كانت جبارة يعني. بصي بقى يا مدام، منك ليها، لو ملكيش في الشطشطة بلاش منها أحسن. يعني بقى لو عندك فلفل رومي عادي حطي فلفل رومي، لو انت ملكيش بقى في الكلام ده. بعد كده بقى هنقلب بقى الفلفل مع البصل مع قطع الفراخ. تمام. وهبتدي انزل كده بفصين الثوم اللي احنا هرسناهم، وهنزل بيهم كده وهشوح. وبعد كده هبتدي انزل بقى بالملح والفلفل الاسود بس، مش هنضيف اي توابل تاني خالص. تمام كده. وهنسيب الفراخ كده على النار قد 5 دقايق لحد ما تبتدي ان هي تطيب معايا. نقدر بقى الكاساديا بقى هنشوف هنعملها ازاي. هيكون معايا خبز التورتيلا. هسيب لكم اللينك بتاعه في اسفل الفيديو. هحط كده جبنة، اي جبنة عندكم تكون بتمط. تمام. في نص الساندوتش كده زي ما انتم شايفين معايا. وبعدين هبتدي ان انا احط قطع الفراخ. وهبتدي احط تاني جبنة من فوق الفراخ كده. تمام. وهبتدي ان انا اقفل نص الساندوتش كده زي ما انتم شايفين معايا بس. تمام. زي ما انتم شايفينه كده اهو. هبتدي اعمل واحد تاني. كده بعد ما اتحشوا هنشوف بقى الخطوة اللي جاية هنعمل فيها ايه. يكون معانا طاسة ما تكونش بتلزق. تمام. هبتدي ان انا احط اي مادة دهنية، زيت او سمنة، وهسيبها لحد ما تسخن خالص. وهبتدي انزل بالسندوتشات زي ما انتم شايفين كده معايا على نار تكون متوسطة.
وهقلب فيه لحد ما يحمر كده زي ما انتم شايفين. تمام. كل ناحية كده بقى هتاخد معاكي قد 5 دقايق على النار. تمام. وبعد كده بقى هنبتدي نخرجه من الطاسة بعد ما يحمر معاكي ويبقى اللون اللي انت عايزاه. انت ممكن تقطعيه بسكينة عادية، ممكن تقطعيه بسكينة البيتزا، او ممكن تاكليه كده عادي من غير ما يتقطع. انا حابة اقطعه بالمخرطة، اسهل واحسن، بتقطع بتبقى سهلة جدا عن اي حاجة تانية. تمام. وبكده بقى نكون خلصنا وصفتنا. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جميع فيديوهاتي. ولو بتتفرجي بقى عليا على الفيس يا ريت بقى شير الفيديو وكومنت كده حلو ولذيذ منكم. وبكده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا، خلصنا كاساديا الدجاج. اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو عجبتكم ان شاء الله تسيبوا لي رأيكم في التعليقات، واقول لكم باي باي.